السلام عليكم، وياكم كهذا مركز المهندس. اليوم عندنا هاي جيب جراند شيروكي دبليو ال سوميت 2021 شكل جديد. السيارة صاحبها جابها عنده مشكلة بالرادارات الأمامية. إذا تلاحظون حاليا الرادار ما يشتغل، يقول لي الاي سي سي انا افيلابل. ندخل على السي اي دي ام، نتابع الحالة مال موقف الرادارات. يقول لي لوست كوميونيكيشن وذ فرونت رادار، الموديول اي والحالة مالته اكتف، والموديول بي وايضا الحالة مالته اكتف. طبعا إذا نطفي السيارة ونشغلها يشتغل الرادارات بدون اي مشكله. تلاحظون يقول لي اي سي سي ريدي، والستيتس الحاله مال الكودات تتحول من اكتف الى ستورد. بعد دقيقه او دقيقتين يرجع نفس الكود اكتف ويتوقف عمل الرادار. طبعا السياره متعرضه الى حادث امامي بالمقدمه مالتها، ومبدل على اثر الحادث دعاميه فقط. الكهربائيات من ناحيه رادارات او ضفيره باقي نفسها. هذا الرادار اللي بيه مشكله مرجعي نفسه. اذا تلاحظون مكتوب عليه ملاحظه يقول لك دونت يوز اف دروبد، يعني اذا ارتطمت هاي القطعه بشيء او وقعت فلازم ما تستخدمها، تبدلها. وكذلك هذا الرادار الامامي، لاحظوا الحاله المزريه مالته من ناحيه التثبيت، مثبت براغي خشابيه، في حين هو يفترض انه يكون فريم هنا ويدخل عليه هذا الرادار بسلايد حتى مستقبلا صيانته تكون سهله. وهذا المعايره مالته تكون غلط، حتى وان اذا تبرمج قطعه جديده على هذا النمط ما راح يشتغل بصوره صحيحه. راح نبدل رادارات مستعمله اللي هو هذا الموديول اي وهذا الموديول بي ان شاء الله. تابعوا الفيديو للنهايه. طبعا شدينا قطعه رادار اماميه مستعمله. حاليا اذا تلاحظون نشغلها يقول لي اي سي سي انا افيلابل. الكودات اللي كانت بدايه الفيديو حاليا تغيرا الى فرونت رادار موديول بي انكوركت كومبوننت انستولد، والحاله مالته اكتف. شيء طبيعي لان حطينا قطعه رادار مستعمله. راح نبرمجها ان شاء الله ونوافيكم بنهايه الفيديو. حاليا بعد البرمجه رجع الرادار يشتغل بدون اي مشكله. كذلك الاكتف لامب مانجمنت، نظام الحفاظ على الثبات على المسار. وهاي حاليا بالسي اي دي ام ككودات يقول لي there are no DTC present for this issue.